أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا الصباح وآخر محطتنا مع هذا الموضوع الشيق والاجتماعي والإعلامي أيضا. كلنا بنبحث في هذه الأيام عن الإعلام المسؤول، ونتساءل أين ذهب الإعلام المسؤول الذي يمارس دوره تحت مظلة القوانين والأخلاقيات الإنسانية، خاصة في ظل انتشار الفوضى الإعلامية مؤخرا. هناك حاجة إلى الالتزام بمعايير ثابتة وواضحة وشفافة، والتي تعد جزء بارز وهام من المسؤولية الاجتماعية تجاه الإعلام المسؤول. في هذا الموضوع معنا الدكتورة أسماء الجيوشي، أستاذ الإعلام من جامعة المنصورة. صباح الخير دكتورة أسماء ومرحبا بحضرتك. صباح الخير والسعادة على مصر كلها، وكل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك بألف خير، والأمة الإسلامية والعربية كلها بخير، وأشقائنا المسيحيين بعيد الميلاد المجيد. يعني بداية بما أن حضرتك أكاديمية، عايزين نعرف الفوضى الإعلامية. الفوضى الإعلامية ببساطة علشان المشاهد برضو يبقى متابع معانا، هي عبارة عن خروج عن الأطر العامة والمعايير الخاصة بوصول الإعلام وحق الجمهور في المعرفة والمعلومات. الخروج عن الإطار ده إما يكون بالخروج عن الآداب العامة أو عن الأخلاقيات أو عن بما يضر المصلحة العامة أو بما يعادي الأمن القومي الموجود. إذن عندما يكون هناك إعلام مسؤول حقيقة يتابع أو يلتزم بهذه المعايير فهو إعلام حقيقي أكاديمي وأيضا إعلام ناجح. وعندما يكون هناك إعلام لا يتبع هذه المعايير ويحاول أن يجعل هناك اختلاط ما بين الرأي الشخصي وما بين الحقيقة، أو يحاول أن يتلاعب بحق الجمهور في الوصول إلى المعرفة، في هذه الحالة تصبح هناك حالة من الفوضى الإعلامية التي نعيشها الآن. طب ازاي ممكن ان احنا نحقق هذا التوازن، يعني لا نصل الى الفوضى وفي نفس الوقت يكون الاداء منضبط بالنسبه للمنظومه الاعلاميه ككل؟ لو في اطار عام للمنظومه الاعلاميه من خلال القوانين، احنا عندنا قانون المطبوعات وقانون العقوبات وقانون البث المرئي والمسموع، وايضا عندنا ميثاق الشرف الصحفي وميثاق الشرف الاعلامي، مجموعه كبيره بالاضافه طبعا لميثاق حقوق الانسان والعهد المدني للحقوق المدنيه والسياسيه. عندنا مجموعة مظلة تشريعية كاملة على كل الأنواع. إذا اتبعنا الأطر العامة الخاصة بها بالإضافة إلى المبادئ الأساسية اللي موجودة في الميثاق الشرف الصحفي والإعلامي، هنلاقي إن إحنا أمام مجموعة من المعايير الهامة جدا والأساسية المسؤولة عن مواجهة فوضى الإعلام التي نشعر بها الآن. يعني كان مجلس الوزراء كمان بيناقش مدونة السلوك الإعلامي، قانون الصحافة والإعلام. رأي حضرتك في هذه القوانين إيه، وهل هي مكملة عن القوانين السابقة؟ اولا مساله اضافه بعض القوانين او المظله التشريعيه، هو احنا بنعمل دلوقتي مجموعه من التكامل ما بين الاعلام المرئي والمسموع وما بين الاعلام الصحفي، لان احنا دايما كان موجود عندنا مجموعه كبيره جدا من الصحف اللي بتحاول ان هي تخترق الحقيقه على الرغم من جميع الأطر أو الأسباب الشائكة التي تحاول الوصول إليها. كان دائما نطلق على مهنة الصحافة أنها مهنة المخاطر. نعم. فبنجد الآن منافسة شديدة جدا وإزاحة عن مكانها من خلال القنوات المرئية والمسموعة. يبقى احنا الآن نحن نحتاج إلى تحول من الأقلام إلى الألسنة على الشاشات. عندما تكون هناك سلبيات شديدة جدا في الصحافة، يمتهن بعض أصحاب الأقلام هذه المهنة ثم تتحول إلى الشاشات، نفاجأ بأن كما انتقلت الأقلام إلى الشاشة انتقلت أيضا السلبيات الصحفية إلى الشاشة. تجريح وتشهير وابتزاز وخروج عن المألوف ومحاولة لعدم الإنصاف، محاولة للشهرة على حساب حتى الحقيقة. عندما يكون الإعلام إعلام شخصي يحاول أن يصل إلى المزيد من الربح والكثير من الشهرة على حساب الحقيقة نفسها، نصبح الآن أمام هذه المشكلة الحقيقية، أمام إعلام لا يحاول أن يصل إلى المعرفة ولا يحاول أن يصل إلى الحقيقة بقدر ما يحاول أن يصل إلى أغراضه الخاصة، حتى لو على الحريات والشخصيات. في مقابل بقى الوصول للشهرة دي حدث ولا حرج.
ابتزاز على جميع المستويات، تشهير، اختراق حياة خاصة، تزييف للمعلومات، تزييف لكل الحقائق الموجودة، احتكار لبعض المعلومات وتشويف الصوت والصورة، عدم الإنصاف، عدم التجرد، عدم الدقة، عدم وجود مصدر ثقة لنقل المعلومة، محاولة التشويه على كل المستويات، أنصاف الحقائق ومحاولة فرض الرأي بالقوة، محاولة الهتاف وعملية ابتزاز المشاهد عاطفيا ونفسيا، محاولة خلط الإعلان التجاري بالمادة الإعلامية والتحريرية. ودي كانت من أكبر الكوارث اللي موجودة في الصحافة المطبوعة، إن احنا نصل بالمشاهد والمتابع والمتلقي والجمهور إلى مرحلة عدم معرفة أين الحقيقة وأين المزيف. عملية التلاعب بالصوت والصورة بقى دلوقتي وإحنا موجودين في الصحافة التلفزيونية، وأصبحنا الآن أمام حقائق في منتهى الخطورة عندما يصبح للإعلامي على الشاشة التلفزيونية وخاصة في بعض القنوات الخاصة عملية تشويه وفبركة الحقائق بإضافة صوت وصورة ومؤثرات صوتية ومؤثرات مرئية واختلاق الحقائق وفبركة لبعض القصص والمدونات إلى آخره. فوجئنا الآن بأن هناك مشاهد لا يعرف ما هي الحقيقة مما هو الرأي الشخصي مما هو على أرض الواقع. ازاي وصلنا لهذه الحالة؟ يعني أين الرقيب احنا كنا كيف يمكن التصدي أو مواجهة هذا الفيروس؟ في وقت عبد الناصر وفي وقت السادات كنا بنعاني من مشكلة الرقابة الصحفية، وكنا دايما بنتكلم في تاريخ الصحافة المصرية على أن هناك سيف للرقيب يحاول أن يبتر كل ما يعادي آراء الدولة. احنا النهاردة بنتكلم عن سيف للرقيب نحن نحتاجه، ولكنه رقيب ذاتي من داخل الإعلامي نفسه. عندما أراد الصحفي أن ينتقل إلى المهنة التلفزيونية وأراد أن يصبح إعلاميا تلفزيونيا كان لابد أن يعلم أن دوره أصبح أكثر خطورة. نعم. هو الآن لابد أن يلتزم بمعايير الرقابة المهنية الذاتية، مش بس لمجرد أن هو يحافظ على مهنته أو يحافظ على دوره الصحفي أو يحافظ على شهرته الإعلامية، لأن احنا الآن دلوقتي بنحاول أن ننتقل من مرحلة إعلام الدولة وإعلام رأس المال وإعلام الحكومة وإعلام الإعلانات، نحن نحاول أن ننتقل إلى إعلام خدمة الجمهور. عندما تصبح الحقيقة هي الهدف الرئيسي للإعلام التلفزيوني هينتقل بينا كل هذه السلبيات وهتختلف المعايير. لما يصبح دلوقتي وإحنا بنتكلم في معايير جديدة لإعلام مرئي ومسموع، ألا يتقاضى الإعلامي أجره إلا من خلال مؤسسته، مش بياخد النهاردة نسبة من الإعلانات فيحاول إن هو يعمل عملية شهرة وابتزاز وعملية فبركة إعلامية على حساب زيادة عدد الإعلانات، وبالتالي يبقى في الحالة دي هو بيسعى وراء الربح. لو عملنا تحديد لنوعية الملكية الفكرية ونوعية الملكية الإعلامية اللي موجودة، يعني المكونات الصحفية والإعلامية على الشاشة تختلف. لا يصبح هناك حالة من الخوف داخل الإعلامي نفسه بأنه سيفقد وظيفته لأنه أراد أن ينصر الحقيقة على حساب نوع الملكية أو على اختلاف السياسة التحريرية. لا يصبح هناك نوع من التهديد للإعلامي أو الصحفي داخل مؤسسته الصحفية والإعلامية أو على الشاشة الخاصة أو على الشاشة الحكومية بأنه عندما يطرق أبواب الحقيقة فإنه ربما يتعرض لأنواع التهديد أو الإنذار أو الفصل الإداري. لابد أن تختلف نوعية من يحاسب حتى يصبح هناك جهة حقيقية للمعاقبة. أيضا لابد من عملية تفعيل الحبر على ورق أو ما يسمى بمواثيق الشرف وما أكثرها. نقابة الإعلاميين آن الآن أن يأتي دورها، كما هناك نقابة للصحفيين تقوم بمحاسبتهم على النواحي الفنية، لأن هناك من يحاسب على الأمن القومي وهناك من يحاسب على الآداب العامة، ولكن لا يوجد من يحاسب على القصور الفني، على القصور الإعلامي. لكل مهنة دقائقها الفنية وخصائصها المميزة لا يعلمها إلا أصحابها. كما توجد للصحفيين نقابة وللأطباء نقابة، لابد أن يوجد للإعلاميين المسموع والمرئي نقابة، خاصة نحن بنتكلم النهاردة في إعلام كمان إلكتروني وبنتكلم في عملية تجنيد فكري وعملية اختراق للحياة على كافة مستوياتها، وبنتكلم النهاردة في عملية صحافة المواطن، بنتكلم في السوشيال ميديا، وأيضا بنتكلم في قنوات حادت كل البعد عن التجرد وعن الإنصاف وأرادت أن تسعى إلى الشهرة على حساب كل المفردات، على حساب القيم، المبادئ، الأخلاقيات.
وأيضا أصبح هناك عدد من القنوات ترى أن كلما زاد عدد مشاهديها حتى لو بالفضائح، حتى لو بالتراشق، حتى لو بالابتذال، أصبحنا أمام قنوات. هل القنوات دي مثلا بتحكمها قنوات زي ما حضرتك ذكرتي إعلام رأس المال؟ وأيضا أصبح دلوقتي أمامنا إعلام بين قوسين إعلام البورنو، إعلام يتجرد من كل أخلاقياته من أجل أن يصل إلى المعلن وليس إلى الجمهور. عندما تصبح المعايير مختلفة من أسعى إليه، عندما تكون حفلة الرضاء الأساسية هي للمعلنين أو لزيادة عدد المشاهدات أو لزيادة عدد الأرقام التي تسعى للشراكة داخل هذه المؤسسات، يبقى في الحالة دي أنا تحولت تماما من إعلام المعرفة وإعلام الخدمة العامة وإعلام جمهور أريد أن يصل إليه فكرة، أريد أن يصل إليه حقيقة. أنا النهاردة أصبحت الحقائق أمامنا ما بين شقين وشقي رحى، يعني ما بين سيفين، ليست الرقابة أو الجمهور، لكننا أصبحنا أمام طرفين. الطرف الأول يريد أن يبطر الحقيقة كاملة ليشوهها من أجل مصلحته الخاصة، سواء بقى هو انتقام ذاتي لبعض الأطراف أو محاولة لدخول في عمليات بيزنس مشبوهة، أو لأن الإعلامي الآن لم يعي دوره ويريد أن يحصل على أكبر عدد ممكن من المكاسب الخاصة لاعتبار وجوده سيصبح يا إما بزيادة مرتبه، يا إما بانتقاله لمؤسسة إعلامية أكبر، يا إما بزيادة عدد جمهوره. إحنا النهاردة أصبحنا مع إعلام النجومية مش إعلام الحقيقة، ودي كارثة في حد ذاتها. عندما يتحول دور الإعلامي من فكرة أنه أداة لتوصيل الحقيقة للجمهور إلى أداة لرفع رصيده في البنك، لا، إحنا بنتكلم عن موضوع مختلف. ولما بنيجي نتكلم في آليات مواجهة، إحنا لا يوجد تحت هذه المظلة التشريعية آليات تنفيذية حقيقية. يعني إحنا بنتكلم في حبس احتياطي للصحفيين وحبس احتياطي في جرائم الرأي والجرائم الأخلاقية، ولا نريد أن تتم المحاكمة القضائية العادلة، على الرغم من أن نزاهة وشفافية القضاء في تعامله مع الإعلام وخاصة في تجاوزاته المهنية هيستند فيها إما لقانون العقوبات بكل بنوده، وبالتالي هيكفل محاكمة عادلة جدا للإعلامي وأيضا لمن يتضرر ولا يقع له حق الرد والتصحيح. وإذا أيضا تعرضنا للقضاء بكل نزاهته هنتعرض كمان لاحتكامه إلى مواثيق الشرف الإعلامي والمهني ومواثيق الشرف التي تسعى الآن إلى فكرة تأصيل حق الجمهور في المعرفة. طيب دكتورة أسماء، يعني الاتفاق على مدونة السلوك الإعلامي هل ممكن أنها تحد قليلا من هذه الفوضى؟ والله احنا لو نتكلم في رؤية تفاؤلية شوية هنتكلم في أن أطراف هذه العملية هم عبارة عن مجموعة من الإعلاميين أطراف العملية الإعلامية في هذه المرحلة، وبالتالي هذه المرحلة تريد أن تكون من المتورط في القضية ومن له إمكانيات الوصول إلى هؤلاء الإعلاميين. لو قلنا أن أطراف العملية الإعلامية التي وضعت مدونة السلوك الإعلامي هم مجموعة من الإعلاميين وأصحاب القنوات وأصحاب العملية الإعلامية على أرض الواقع، يبقى في الحالة دي أنا بتكلم في أطراف لهم آلية تنفيذ هذه المدونة على أرض الواقع. نعم. لكن لو احنا بنتكلم في إن من يحاول أن يصل بهذه الآلية أو بهذه المدونة إلى أرض الواقع أو إلى تنفيذها على الإعلاميين هم أطراف بعيد كل البعد عن المؤسسات الإعلامية المتورطة في هذه الفضائح في هذا التوقيت تحديدا الحساس في أرض الوطن، لأن إحنا بكل أسف كما أخذنا من الثورات إيجابيتها أخذنا منها ونعاني من سلبيتها. نعم. كما عانينا فترة من حالة الفوضى الأمنية ومن حالة الفوضى الأخلاقية ومن حالة الفوضى الإدارية، للأسف نحن نعاني الآن من حالة الفوضى الإعلامية. مؤسسات بالكامل تترنح في مسألة تصفية حسابات شخصية، مع أننا نحن بنسمع دلوقتي هتافات كثيرة عن حرية الإعلام واستقلال الإعلام، يعني دون تدخل من الحكومة أو تدخل من الجهات الرقابية. مدونة السلوك الإعلامي هدفها الأساسي هو توظيف آليات مواثيق الشرف الإعلامي والصحفي في محاولة لتطبيقها على أرض الواقع لحد من
زياده مساحه الحريه. يبقى انا مش بحاول اقلل هامش الحريه. عشان كده بقول انا لما باجي احاسب الاعلاميين انا لو احاسبهم كمجرمي راي، ولكني احاسبهم من خلال مظله تشريعيه قضائيه حقيقيه. وبالتالي انا لما باجي احاول اعمل عمليه رفع مستوى سقف الحريه ده لا ياتي لا على حساب القيم ولا الاخلاقيات ولا المبادئ، ولكنه ياتي متوافقا معها. هامش الحريه او المساحه الخاصه بالحريه الاعلاميه تزيد مع زياده حق المعرفه. انا انصر حق المصلحه العامه وليس حق الجمهور في اختراق الحياه الخاصه. من الذي يقرر هذه المصلحه العامه؟ يقررها القانون، مبادئ الدستور، ونحن ننص في أول مبادئ الدستور على حرية الصحافة والإعلام والرأي وحق التعبير بكل الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة وأيضا الإلكترونية. عندما نلتزم بمبادئ الدستور والقانون ومواثيق الشرف الإعلامي ونطبقها من خلال آليات حقيقية داخل المؤسسات الإعلامية والصحفية، حق الإدارة التغليب المصلحة العامة من خلال أطر الأمن القومي، من خلال الأخلاقيات، من خلال الآداب العامة، ومن خلال ما يختص حتى في القانون ما بين قوسين بما لا يتنافى مع مبادئ القانون والأخلاق ولا يضر بالأمن القومي. نضيف عليها احنا بقى هنا كإعلاميين أكاديميين بما يتوافق مع المصلحة العامة ولا يضر بالحياة الخاصة للمسؤول. يعني أنا عندما أتعامل مع مسؤول، عندما أتعامل مع مشاهير، عندما أتعامل مع حقائق، لازم أفرق طبعا بين شخصيته العامة وشخصيته ودايما احنا نذكر مثال تلاميذنا في التشريعات الإعلامية على أن أنا عندما أتعامل مع وزير على سبيل المثال تورط في قضية فساد، أنا لا أتعرض إلى حياته الخاصة هو وأسرته ولا أتعرض أيضا إلى أخلاقياته. أنا أتعرض إلى اختراقه للحياة العامة، أتعرض إلى ماله، أتعرض إلى فساده الإداري، أتعرض إلى حياته الخاصة متى؟ إذا تم تشويه أو استغلال هذا المنصب داخل فضائح أخلاقية ولكن أتعرض فيها في احنا بحاجة إلى عودة إلى الأخلاقيات وعودة إلى الالتزام بالقانون والمعايير. احنا في النهاية بنشكر دكتورة أسماء الجيوشي أستاذ الإعلام جامعة المنصورة، شكرا جزيلا لك وكل سنة وحضرتك طيبة، وكل سنة وكل مشاهدينا الكرام بخير وسلام وأمن. مناسبة عيد، بمناسبة هو فعلا عيد لأن مولد النبوي يعني ليه مناسبة خاصة على قلوب المصريين كلنا، وبقدر العظيم لشخصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ويوم جميل في هذا الصباح، وفريق عمل هذا الصباح معكم، وغدا إن شاء الله فريق عمل جديد.